نبات موجود من أيام الفراعنة، ولو زرعته هتكسب من وراه دهب. ده الكيلو منه بيوصل ل 700 جنيه، وفي أوروبا بيوصل ل 40 يورو. فيا ترى إيه حكاية النبات ده، وإيه السر اللي مخلي المزارعين في مصر مش مقبلين عليه، وليه بيتباع ب 700 جنيه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الاسباراجوس نبات شكله عادي جدا، بس سعر الكيلو منه بيوصل لأكتر من 700 جنيه، وطبعا ده رقم ضخم خلى ناس كتير تسأل هو ايه الاسباراجوس ده، وليه العالم كله مهتم بيه بالشكل ده. الحكاية بدأت لما صور الاسباراجوس او الهيليون انتشرت على السوشيال ميديا، والناس اتفاجئت بسعره العالي اللي وصل لأكتر من 700 جنيه، وده بحسب موقع صدى البلد. الحقيقة ان النبات ده مش جديد خالص علينا، ده واحد من أقدم النباتات اللي المصريين القدماء عرفوها، واترسم على جدران المعابد، واتحفظت بذوره في المقابر، وكانوا بيستخدموه كغذاء وعلاج من آلاف السنين. النبات ده لما اتصدر بره مصر اتحول لواحد من أغلى وأهم الخضروات في العالم، لدرجة إن الألمان سموه الذهب الأبيض وخضار الملوك، وبقى له موسم خاص واحتفالات سنوية في أوروبا بحسب موقع صدى البلد. الدكتور حلمي عصفور أستاذ بمعهد بحوث البساتين قال في لقاء تلفزيوني إن الاسباراجوس ده كان معروف زمان عند الملوك والأمراء، وده بسبب قيمته الكبيرة وفوائده الصحية العالية. ومش بس كده، ده سعره في أوروبا بيوصل ل 30 يورو، في الشتاء كمان ممكن يوصل ل 40 يورو، وده رقم كبير جدا بالنسبة لنبات زراعي. وعلى حسب كلام دكتور حلمي عصفور لقناة مصر الزراعية، فالاسباراجوس مش بس مفيد صحيا، لكنه كمان كنز اقتصادي حقيقي، لأن الفدان منه ممكن ينتج من 3 ل 4 طن، وسعره محليا ممكن يبدأ من 85 جنيه للكيلو، وده معناه إن الفدان ممكن يحقق دخل بيوصل ل 240 ألف جنيه، وده كان من كام سنة بس، يعني الأرقام حاليا ممكن تكون أعلى. مش بس كده، ده كمان الاسباراجوس من النباتات المعمرة، يعني بيعيش في الأرض لحد 25 سنة، يعني مشروع طويل المدى مش موسم وخلاص. كمان بيقدر يتحمل الظروف الصعبة وما بياخدش مية كتير، وده بيخليه مناسب جدا للزراعة في الأراضي الرملية. وعلى الرغم من إنه مشروع بيكسب ذهب، بس المزارعين في مصر مش متحمسين لزراعته، وده علشان بيحتاج حوالي سنتين من غير عائد. ده بيخلي ناس كتير تخاف تدخل فيه رغم مكاسبه الكبيرة بعد كده. ولو بصينا على الفوائد الصحية هنلاقي ان الاسباراجوس مليان عناصر مهمة جدا، زي فيتامين كي اللي بيساعد في صحة العظام، وفيتامين سي اللي بيقوي المناعة، كمان في الياف بتحسن الهضم، وكمان بيحتوي على حمض الفوليك بنسبة كبيرة، وده مهم جدا للحوامل، غير انه بيقلل ضغط الدم وبيساعد الجسم يتخلص من الاملاح الزايدة. الاهم بقى انه قليل السعرات، يعني مناسب جدا لاي حد عايز يخس، في نفس الوقت ياخد قيمة غذائية عالية، وده بحسب موقع الشروق. كمان خبراء التغذية أكدوا إن الاسباراجوس من النباتات اللي بتحتوي على مضادات أكسدة قوية، وده مفيد لصحة الجسم على حسب موقع الأرض. وعلى مستوى العالم بقى النبات ده عليه طلب كبير جدا، لدرجة إن دول زي تشيلي بقت من أكبر الدول اللي بتزرعه وبتصدره وبتحقق منه أرباح ضخمة. وفي ألمانيا بقى له موسم كامل والناس بتستناه كل سنة، بيتحط على موائدهم بشكل أساسي، وبيعتبروا وجوده حاجة مميزة جدا، وده بحسب موقع صدى البلد. يعني ببساطة كده احنا بنتكلم عن نبات مصري قديم بقى كنز عالمي، وبيحقق ملايين ومليارات بره، احنا لسه مش مستغلينه بالشكل الكافي.